بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أما بعد، فبر الوالدين إذا كان عنوانا للوفاء ودليلا على العقل والمروءة وطريقا للسعادة، فإن العقوق عنوان الشقاء والخسران. إنه ذكر دليل على ضعف النفس ورقة الدين، وهو ضعف وانتكاس للفطرة السوية وطريق إلى الحسرة والندامة. وإن مقابلة إحسان الوالد بالإساءة عما شرعه الله من المكافأة على المعروف. إن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حسب العاقل نكدا وخسرانا أن يبوع بسخط الله ويحرم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدراك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخلوا الجنة. إن العقوبة تحقيق بالعافين في الدنيا. وإن دعوة الوالدين على الأولاد مسموعة مستجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولديها. وإن من علامات السوء في الأمة أن يكون من أفرادها من يغض والديه، وإن مسرا لهما حظه شامخا عليهما بأنفه معتزا بشبابه، ذلك الماضي الحافل بالمزن والأيادي السابقة. والله تعالى يقول: يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يا عباد الله، أن بر الوالدين هو الإحسان إليهما بكل قول أو فعل يحصل به منفعة لهما أو سرور لهما وطاعتهما في كل الأمور إن لم تكن فيه معصية. وأن العلماء قد أجمعوا على وجوب بر الوالدين، وأن بر الوالدين أعظم القربات بعد التوحيد، ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وعبادته. وأيضا أن بر الوالدين فضائل وثمرات كثيرة دلت عليها النصوص الشرعية، فهو سبب في زيادة العمر والرزق ودخول الجنة. فقوموا يا عباد الله بحقوق والديكم والإحسان إليهما وعطيئهما بالمعروف، وقدموا إليهما غاية البر والرعاية، وامتثلوا أمر ربكم في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.